السلام عليكم متابعين مصر زمان. هنتعرف على كتاب أيام زمان. الكتاتيب دي كانت بتطلع أدباء ومثقفين وعلى الأقل ناس بتعرف عربي كويس، وكمان كانوا حافظين للقرآن ومعاهم مفردات لغوية سليمة وقوية جدا. كفاية نعرف إن في بحث عملته باحثة مصرية كانت تابعة للأمم المتحدة، وأثبتت فيه إن التلميذ المصري أيام الكتاب كان بيدخل المدرسة ومعه أكتر من 10,000 مفرد لغوي، في حين إن التلميذ في أوروبا بيدخل المدرسة وحصيلته اللغوية 3000 مفرد لغوي فقط. وجايز ده اللي كان سبب في مقولة الطفل المصري أذكى من الطفل الأوروبي. على كل الأحوال الكتاتيب دي فعلا كانت بتخرج أدباء وعلماء ومتفوقين ما شفناش زيهم في عصور. بعد كده اتلغت فيها الكتاتيب، وحتى مع ظهور المدارس الأجنبية انحدر مستوى التعليم، وما زال الانحدار مستمر. وكل سنة بنسمع عن تطوير التعليم وبعثات لدراسة التجارب المختلفة في البلدان المختلفة، ونسيوا خالص إن التعليم في مصر كان فيها من أجود وأرقى نظم التعليم في العالم، واللي كانت بتخلي أمراء أوروبا ودول العالم كانوا بيجوا يتعلموا في مصر، زي ملكة أسبانيا السابقة والملك حسين ملك الأردن وأمراء كتير في أوروبا. وكفاية كمان نعرف إن التعليم في مصر كان من أجود النظم في العالم في جميع مراحله، مدرسية أو جامعية. وكمان عرفنا إن برضو في خريجين من الطب في مصر كانوا بيشتغلوا دكاترة في أي مكان في العالم دون ما يعملوا أي شهادات معادلة، وكانت بتيجي بعثات لدراسة الطب في مصر. جامعات مصر كانت مصنفة من أوائل جامعات العالم، وكان فيه اهتمام بالتعليم في العشرينات والثلاثينات والأربعينات. رغم وجود احتلال أكيد كان يهم انتشار الجهل والفقر والمرض.